الشتاء بدأ رسمي والجو ده محتاج حاجة تدفي القلب. محتاجين كيكة، محتاجين شوكولاتة. النهاردة بقى هنعمل أحلى كيكة شوكولاتة من غير بيض ولا لبن، ومكوناتها بسيطة جدا. في بولة كبيرة هنحط 3 كوبايات دقيق، نص كوباية كاكاو، كوبايتين سكر، و2 معلقة صغيرة بيكنج صودا، ونص معلقة ملح صغيرة. ما تعملوش زي وتنسوا الملح، انا نسيته بس انا حطيته في الاخر. احنا حطينا كل المكونات الجافة مع بعض كويس، هنقلبهم ما عدا قهوة سريعة الذوبان. كوبايتين مية دافين مش سخنين، وعليهم معلقة نسكافيه، معلقتين كبار خل، وتلتين كوباية زيت وفانيليا. هقلبهم كويس قوي واحطهم على الخليط بتاعي. هنقلب الخليط بتاعنا كويس قوي ونتأكد ان كل المكونات بتاعته دابت في بعضها كويس لحد ما هيبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. لو حسيتوا ان هو خفيف شويه هنزود شويه دقيق. محتاج صينيه كبيره، لو ما عندناش صينيه كبيره هنستخدم صينيتين. انا عملت كده لان الكميه كبيره. هندهن الصينيه بالزيت كويس، وهنحط نص الكميه علشان الكميه كبيره تكفي صينيتين. حطها في الفرن على درجه حراره 180 من 35 ل 40 دقيقه. ما تنسوش قبل ما تطلعوها تبقوا تجربوها بخله سنين. الكيكه بتاعتي استوت، هحطها على جنب تبرد وابتدي اعمل صوص الشوكليت. في الخلاط حطيت كوبايه لبن بارده، كوبايه سكر، وحوالي من 4 ل 5 معالق كاكاو كبار. وممكن نزود من نص معلقه لمعلقه نسكافيه. النسكافيه هنا بس هيعزز طعم الشوكولاته. ولما الخليط يتجانس مع بعض كويس هنزل كوبايه زيت واحده واحده لحد ما الخليط يتقل. شايفين القوام بتاع الصوص عامل ازاي؟ هنجيب الكيك وهنغطيها بقى بالصوص ده. نساوي بقى الصوص على الكيكه بالطريقه دي كده. نتأكد بقى ان الصوص غطى الكيكة كلها، وبعدين هنزينها بسبرينكلز. انا استخدمت سبرينكلز شوكولاتة. شايفينها ازاي فلافي وانا بقطعها؟ هشة جدا. ده سر الكيكة اللي هتخلي ريحة البيت كله دفا وشوكولاتة. وهي كيكة شوكولاتة اقتصادية لذيذة جدا ومثالية لأجواء الشتاء. لازم تجربوها. اعذروني بقى، انا بدأت الفيديو ومعرفتش ابطله من كتر ما انا معرفتش اوقف اكل من الكيكة. انا شايفة انه كفاية كده ولازم امشي بقى. باي.